السلام عليكم. اليوم رح نعملكم معمول سميد. بنضيف 6 كاسات سميد وكاسة طحين ومعاهم كاستين سمن. بنخلطهم مع بعض أول إشي بالمعلقة، بعدين بنبسهم بأصابعنا لحد ما يتداخل السمن بكل حبات السميد والطحين. هلأ بنبلش نبس فيهم بهاي الطريقة لحد ما نتأكد إنه جميع الخليط اتجانس مع بعضه. عادي بنطول شوي بالبس يعني عشان تعطينا نتيجة أحسن، يعني من 5 ل10 دقايق. بعدين بنتركه لمدة 24 ساعة ل48 ساعة. بعدين بعد 48 ساعة بنلاقيه صار بهاي الطريقة. هلأ بنضيف بهارات المعمول اللي هم عبارة عن معلقة صغيرة محلب ومعلقة صغيرة مستكة ومعلقة شومر مطحونين مع شوية سكر عشان يكون مسحوق ناعم. هون بنكون ناقعين معلقتين كبار ينسون مع الحليب والسكر. الحليب كوب ونص وسكر معلقتين كبار. هلأ بنصفيهم فوق عجين السميد وبنخلطهم بالمعلقة أول شي. بعدين بنبلش نعجن بإيدينا، مو نعجن طبعا، يعني هي إنه بس إنه يعني طريقة إنه ندخل السوائل شوي شوي يعني بأصابعنا، إنه لحد ما تتشرب العجينة هاي السوائل كلها، بس مو بطريقة العجن العادي، بطريقة أصابعنا يعني بس. وإذا احتاج الخليط سائل زيادة بنضيف له شوي، بس شوي يعني قطرات صغيرة، يعني ما بنكثر منها. طبعا نعجنها لمدة 5 دقايق بأصابعنا بطريقة الردم واللم. ولازم هيك المفروض انها تكون العجينة تقطع معانا، ما تكون بتمط، يعني هاي تعتبر هيك عجينة ناجحة. والدليل على نجاحها انه هيك لما نقطعها بتقطع معانا بكل سهولة وما بتكون بتمط وبتعمل خيطان. شايفين كيف طرية وحلوة وبتقطع بكل سهولة. هلأ بنيجي بنجهز التمر، بنحط عليه معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة من بهارات المعمول اللي ضفناها في البداية و3 معالق صغار سمن، وبنخلطهم مع بعض كويس. وبنكورهم نجهزهم للمعمول بالحجم اللي احنا بنحبه، يعني حابين صغير حابين كبير بالطريقة اللي احنا بنحبها على حسب رغبتكم يعني. بهاي الطريقة. هلأ العجينة طبعا بنكون ريحناها تقريبا نص ساعة بعد ما خلطناها مع الحليب. بعد نص ساعة بنطول قطع صغيرة وبنصير نمدها بهاي الطريقة وبنقطعها بالسكين قطع متساوية، ونبلش نكور فيهم لنجهزهم عشان نحشيهم بالتمر ونشكلهم بالطريقة اللي احنا بنحبها. طبعا انا عندي هذا القالب شكلت فيه، اعطاني هذا الشكل. طبعا بنعملهم كلهم وبنكون محميين الفرن على اعلى درجة، بنحطهم بالرف الوسط لمدة من 8 دقايق ل10 دقايق من فوق ومن تحت. وهاي هي النتيجة بعد ما طلعناه. طبعا ندهن الوجه بشوية سمن، يعني بتعطيها هيك نكهة زاكية ولمعة حلوة يعني. وصحتين وألف عافية يا رب. بتمنى إنه وصفتي تكون عجبتكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وأهلا وسهلا فيكم.